يا أهلا بيكم. هنعمل النهاردة وصفة من اللي قلبك يحبها، الفطير المشلتت. هنعمله من غير عجن ولا فرد ولا دقيق. في 10 دقايق هتكون خلصانة، وهناكل أحلى فطير مورق وهش فظيع. يلا بينا. بس قبل ما أبدأ، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم فيها. المكونات اللي هنستعملها بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. استعملت كوبايتين زبادي الحجم الصغير، ولو زبادي بلدي يبقى أفضل طبعا. ربع كوباية سمنة أو زبدة، نص كوباية قشطة، معلقة صغيرة مليانة سكر، رشة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ولفة جلاش النص كيلو. هنخليها متغطية واحنا بنستعملها عشان ما تنشفش معانا. أول حاجة هنعملها هنخلط كل المكونات مع بعضها. الزبادي مع القشطة، أنا استعملت قشطة بلدي بتاعت اللبن. لو مش متوفرة ممكن نستعمل القشطة العلب اللي موجودة في أي سوبر ماركت. ومعاهم هنضيف السمنة والسكر والملح والبيكنج باودر. هنخلطهم مع بعض كويس جدا. عايزة القوام بتاعهم يبقى كريمي وما فيهوش أي كتل، بالشكل ده كده. قوام كريمي وناعم جدا. ومعايا صينية مدهونة كويس بالسمنة. الصينية دي مقاس 30، وحجم الفطير بيطلع فيها سمكه كويس. لكن لو عايزينها سميكة أكتر ممكن نقلل مقاس الصينية. هناخد ورقة من الجلاش ونفردها في الصينية، نصها جوه الصينية وبقيتها هيبقى من بره. وهناخد من الخليط اللي عملناه وهندهن الورقة كويس جدا. هنحط جنبها ورقة تانية وندهنها برضو، ونلف الورق في الصينية. يعني هكمل بقى الورق في الصينية واحدة جنب التانية. وكل ورقة هنحطها هندهنها كويس جدا، وهنكمل بنفس الطريقة لحد ما نخلص لفة الجلاش كلها. وهنيجي لآخر ورقة حطيناها، هناخد الجزء اللي بره هندخله جوه الصينية بالشكل ده كده، وندهنه كويس جدا. ونيجي للورقة اللي جنبها وندخل برضو الجزء اللي بره وندهنه. وهنكمل بنفس الطريقة. كل الورق هندخله واحدة ورا التانية جوه الصينية. وكل ورقة قبل ما احط عليها الورقة التانية هدهنها كويس جدا لحد ما كل الورق يبقى جوه الصينية. وهنكون مخليين ورقة او اتنين عشان نغطي بيهم في الاخر الورق كله. نفردهم على الوش، ونحاول ننزل طرف الورقة من الجنب كده بالراحة. نحطه من تحت الفطيرة عشان يبقى الشكل كله متساوي ومفيش اي طرف للورق طالع. وبنفس الخليط هندهن الوش، واخر ورقتين حطيناهم هندهنهم كويس جدا. وهنكون مسخنين الفرن من قبلها بشوية على درجة 170 او 180. مش عايزين الحرارة عالية قوي عشان تستوي معانا كويس من جوه. هندخلها في الرف الاوسط، هتاخد معانا من 40 ل 50 دقيقة، ممكن اقل من كده، كل واحد حسب الفرن بتاعه. وده شكلها وهي في الفرن ما شاء الله عليت وانتفخت كده، ريحتها فظيعة. سبتها لحد ما خدت اللون الذهبي الحلو ده، واول ما طلعتها رشيت عليها رشة مية خفيفة تخليها طرية وتحفة. هغطيها وهسيبها تهدى ربع ساعة. ما شاء الله تجنن. هشة واخدة قرمشة خفيفة من على الوش، ومن جوه طرية جدا. فطير فلاحي بالسمنة البلدي، مفيش كلام أحلى وأسهل من كده، ومن غير عجن ولا وجع دماغ. فظيعة جدا وريحتها تجنن. اعملوها بقى في فطار أو في عشاء، ما بتاخدش وقت خالص. قدميها مع عسل وقشطة ومش واللازم منه بقى. طعمها روعة. لازم تجربوها، ومتأكدة إنها هتعجبكم جدا. وبالهنا والشفا على قلوبكم مقدما. أشوفكم دايما يا رب على ألف خير.